اللي معاكوا دوت بيتكلم عن نفسه بجد هايل جدا. خطوات بسيطة جدا وسهلة ومكونات بسيطة جدا في قلب مطبخك هتعملي بيها الدونت الجميلة الموفرة الاقتصادية. اول حاجة هتبقى من مكونات الدونت ان هي ما فيهاش ولا بيض ولا زبدة ولا حليب، ما فيهاش خالص، فمكوناتها كلها هشة. هتطلع معاكي جميلة بالطريقة اللي انت شايفاها ديت من المكونات البسيطة اللي هتلاقيها معاكي في الفيديو. وكمان هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. اول حاجه هنزل ب3 كوبايات دقيق في البوله وعليهم ربع كوبايه نشا، وهنزل عليهم بمعلقه خميره فوريه او كيس الخميره الفوريه ومعلقتين سكر بودر، وهنزل معاهم بنص معلقه صغيره بيكنج باودر ورشه الملح. هقلب كل المكونات الجافه دي مع بعضيها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي عشان اخلط الخميره معايا في جوه المكونات الجافه. طبعا انا ما عملتش اختبار للخميره عشان الخميره انا عارفه نتيجتها معايا هتطلع ازاي، فكل واحد مش متاكد من الخميره بتاعته يعمل لها اختبار كده في كوبايه عشان نشوفها بتتفاعل ولا لا. هنزل اول حاجه بكوبايه ميه وهعجنها كده بايديا. فانا المكونات دي كلها احتاجت معايا كوبايه وربع ميه. طبعا كل دي زي ما انتوا عارفين بيختلف عن اي نوع والتاني، فالميه دي حسب العجن بتاعك. هتعجني بالطريقه ديت وبعد كده هنزل عليهم بمعلقتين كبار زيت، وهعجنهم برضو في قلب البولة، بس هنزل بيهم على رخامة عشان اعجن عجينة كويس جدا وادخل كل المكونات في بعضيها وابدأ المها بالطريقة ديت واخليها كده عجينة ناعمة وطرية وتبقى معايا عجينة ناجحة. بس الخطوة دي اهم خطوة. هحطها في البولة بقى اللي انا كنت بعجن فيها بنقطة زيت كده صغيرة، وهغطيها بستريتش واسيبها ترتاح معايا لمدة ربع ساعة. طبعا هنزل عليها بقى بالرخامه برشه دقيق. طبعا انا لما باجي افرد انتوا زي ما انتم ملاحظين انا بفرد بالراحه خالص، انا مش عايزه سمك رفيع خالص للدوناتس، انا عايزه اخليها كده سمك كده بعقله الصبع كده الصغير عندك، تبقى ايه سمكها كده عريض شويه عشان خاطر تختمر معايا وتطلع معايا نتيجتها ناجحه. هجيب اي كوبايه اي حاجه قطعت الدونات لو عندك هتقطعي بيها، بس انا حبيت اسهل عليكي الوصفه كلها وما حبيتش ان انا اصعبها عليكي في اي حاجه. هقطعها بالطريقه دي وهمسك بقى طبعا هجيب القمع بتاع بلح الشام، او لو ما عندكيش ممكن باي حاجه رفيعه، ممكن بصبع ايديكي توسعي كده بس من النص وتبقى سهله معاكي. هحطها كده، انا حاطه طبعا فوطه في قلب صينيه ورش عليها رشه دقيق من غير برضو ورق زبده، وحطيتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا المكونات كلها بسيطة وسهلة جدا من مطبخك. هجيب زيت غزير وهبدأ انزل بيه كده على النار كده اسخنه معايا، وهبدأ انزل بالدونات بتاعتي. اول ما بتبدأ تتحمر معايا بتعلى على الوش ببدأ اعملها كده بالشيش طاووق. طبعا ولا مقصوصة ولا اي حاجة تقلبي بيها عشان العجينة ما تلزقش في المقصوصة، هي بتبقى دي خطواتها. اول ما بتاخد معاكي اللون الذهبي الجميل دوت بتبدأي تطلعيها كده من على النار وتحطيها كده على صينية وبتبدأي تنزلي بقية المكونات بتاعتها. هبدأ انزل الكمية التانية زي ما انتوا شايفين في زيت غزير. بصوا هي بتنزل وبتطلع فوق الوش بسرعة عشان الزيت سخن معايا. كمان بسويها من تحت ومن فوق بدي الوشين نفس اللون. بس هبدأ اقلبها كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هبدأ بقى اطلعها كده زي ما انتوا بصوا انا عايزة اوريكم بس خطواتها. تطلع بصوا بتنفش معايا وعالية جميلة جدا وهشة من جوه. طبعا التزيين ده بقى اختياري، انا حبيت ازينها كده بحبة سكر، لو عندك بقى شوكولاتة ممكن تزينيها بالشوكولاتة، ممكن تحشيها شوكولاتة، ممكن تحشيها كاستر. التزيين ده في ايدك انتي. جميلة جدا وتنفع في اعياد الميلاد وتنفع في المناسبات، هشة وطرية واقتصادية جدا من كل حاجة في قلب مطبخك. هنزلها لكم في صندوق الوصف، وعايزة لايك وشير للفيديو. باي باي، مع السلامة.